جربت كل العادات اللي بيتقال عنها بتغير حياتك وقررت أشاركك بصراحة. هل فعلا بتفرق ولا مجرد كلام بيتكرر على السوشيال ميديا؟ أنا شخصيا كنت زيك، كل شوية أقرأ عن تطوير الذات، أشوف فيديو تحفيزي وأقول لنفسي من بكرة حياتي هتتغير. لكن الحقيقة من غير استمرارية البداية بتبقى مجرد وهم. وعشان كده قررت أعمل تجربة حقيقية، أطبق 15 عادة من عادات تطوير الذات وأشوف هل فعلا هتغير حياتي ولا لأ. وفي الفيديو ده هاخدك معايا خطوة بخطوة وأحكي لك إزاي كل عادة صغيرة فرقت معايا بشكل كبير. العادة الأولى: ترتيب السرير. خلينا نبدأ بأبسط حاجة ممكن تتخيلها، ترتيب السرير. ممكن تسأل، هو ده اللي هيغير حياتي؟ أنا كنت بفكر نفس الكلام، كنت شايف إن دي رفاهية للناس اللي عندها وقت فاضي. لكن لما جربت حتى الأسبوع واحد حسيت بحاجة غريبة. كل مرة أصحى وأرتب سريري كأني ببدأ يومي بانتصار صغير. الموضوع مش في شكل السرير، لكن في الرسالة اللي بتوصل لعقلك: أنا قادر أنجز من أول لحظة. بعدها بدأت أسأل نفسي إزاي أسيب المواعين متسابة وأنا لسه مرتب سريري، إزاي أطنش التمارين وأنا بدأت يومي صح. العقل بيتبرمج إن الإنجاز الصغير يجر وراه إنجاز أكبر. والأجمل لما ترجع بالليل وتلاقي سريرك مرتب، بتحس كأنه بيقولك أنت وقفت مع نفسك النهاردة حتى في أبسط حاجة. اللحظة دي مش بس منظر نظيف، دي رمز إنك مسكت زمام يومك من أوله لآخره. العادة التانية: القراءة والصلاة قبل السوشيال ميديا. قبل ما أفتح يوتيوب أو تيك توك قررت أدي نفسي 10 دقايق بس للقراءة والصلاة. ال10 دقايق دول صغيرين لكن تأثيرهم كبير جدا. في أيام كنت بقرأ كلمتين بس، لكن واحدة منهم تفضل ترن في قلبي طول اليوم. وفي أيام تانية الصلاة كانت مجرد شكر بسيط، الحمد لله إني عايش يوم جديد. وأيام أصعب كنت بدخل الصلاة وأقول يا رب ساعدني أنا مش قادر. العادة دي مش بس قربتني من ربنا، لكنها خلت يومي يبدأ على أساس ثابت. لأن الحقيقة إن الحياة هتخبطك، والسؤال أنت ماسك في إيه قبل الضربة؟ القراءة بتديك اتجاه، والصلاة بتديك سلام. العادة التالتة: الاستيقاظ مبكر قبل العالم. زمان كنت بصحى متأخر، أصحى ملهوف وتايه، كأني داخل سباق وأنا أصلا متأخر فيه. لكن لما جربت أصحى بدري قبل الزحمة والدوشة لقيت نفسي في صمت نظيف. اللحظة دي كأنها ورقة بيضة بتديها لعقلك تقوله اكتب يومك من جديد. أجمل بداية، بداية فيها سلام مش عجلة. العادة الرابعة: المشي من غير موبايل. إحنا متعودين نخرج ومعانا الموبايل، السماعات، البودكاست، كأننا مش قادرين نقعد مع نفسنا دقيقة. لكن لما جربت أمشي من غير أي حاجة الموضوع كان غريب. إيدي بتدور على الموبايل ودماغي تقول هات أي حاجة تسليك. وبعد شوية ملل بيحصل السحر، الأفكار تبدأ تطلع، المشاكل اللي كانت معقدة تبدأ تتحل. أفضل أفكاري سواء لفيديوهات أو لقرارات شخصية جت وأنا ماشي من غير ضوضاء. ولو زهقت ببساطة سلم على قطة أو كلب في الشارع، يمكن هو كمان عدى بمغامرات كتير. العادة الخامسة: ساعة العمل العميق. العادة دي من أكتر الحاجات اللي قلبت حياتي. الفكرة بسيطة، تحدد ساعة واحدة في اليوم، من غير موبايل، من غير سوشيال ميديا، من غير أي تشتيت. قبل كده كنت بقعد ساعات قدام اللابتوب واضحك على نفسي إني شغال، بس في الحقيقة ولا حاجة بتخلص. دلوقتي ساعة واحدة بتركيز كامل بتساوي شغل يوم كامل وأنا سرحان. الفرق مش في الوقت، الفرق في الجودة. لما تركز كأن روحك عندها ديدلاين، الإنجاز اللي بيطلع بيبقى مختلف تماما. العادة السادسة: رفع الأوزان التقيلة. أنا عمري ما كنت من الناس اللي تهتم بالعضلات أو شكل الجسم، لكن لما جربت رفع الأوزان اتعلمت حاجة أكبر بكتير. أول مرة دخلت الجيم كان هدفي أبين قدام الناس، لكن مع الوقت لقيت الموضوع اتغير. بقيت بشوف التمرين مش عشان الشكل، لكن عشان القوة. إنك ترفع وزن تقيل رغم الألم وتكمل رغم إنك مش في المود، ده بيخليك تواجه الحياة بنفس العقلية. رفع الحديد مش بس بيبني جسم، ده بيبني عقلية صلبة تعرف تكمل حتى في وقت الضعف. العادة السابعة: الماء هو السوبر باور. كم مرة حسيت بتعب أو صداع أو مود سيء وتكتشف إن السبب بسيط جدا، عطشان. بدأت أصحى وأشرب 3 كوبايات مية. طول اليوم معايا إزازة كأنها صديق بيفكرني. العقل زي الإسفنجة، من غير مية كل حاجة تبطأ.
بعد ما زودت شرب المية لقيت نفسي أنشط، تركيزي أعلى، نومي أهدى، حتى بشرتي بقت أفضل. من الآخر المية هي أرخص وأقوى مشروب طاقة طبيعي. العادة الثامنة: قراءة 10 صفحات يومياً. كنت فاكر إن 10 صفحات رقم صغير، لكن لما تحسبها 300 صفحة في الشهر بيساوي كتاب كامل، يعني 12 كتاب في السنة، وبعد 3 سنين تبقى قرأت 36 كتاب. الموضوع مش في الكم لكن في التراكم، كل يوم شوية دماغك بتتشكل. بدأت أفكر بشكل أعمق، أبص للبعيد بدل ما أعيش برد فعل لحظي. حتى لو فصل صغير ممكن يغيرك أكتر من 10 فيديوهات تحفيزية. العادة العشرة: الكتابة اليومية. الكتابة بالنسبة لي بقت زي جلسة علاج. في أيام كنت بكتب كلام ملخبط من غير معنى، لكن أول ما أخلص دماغي تبقى أخف. الورقة مش بتحكم عليك، الورقة بتسمعك. كل مرة أكتب فيها كنت بواجه نفسي بدل ما أهرب للمسلسلات أو الأكل. الكتابة علمتني أتكلم مع نفسي بصدق وأشوف الحاجات اللي بخاف أواجهها. العادة اللي بعد كده: وعد صغير مع نفسك. ساعات بنفتكر إن التغيير محتاج قرارات ضخمة، لكن الحقيقة إن حياتك كلها مبنية على وعود صغيرة. الوعد ممكن يكون بسيط: مش هفتح إنستجرام قبل 10 الصبح، أو هشرب إزازة مية قبل القهوة. كل مرة وفيت بوعد حسيت إن رجلي ثابتة أكتر، وكل مرة كسرت وعد دماغي بطلت تصدقني وبدأت أسوف. الاستمرارية في أبسط الوعود هي اللي بتبني جاذبية داخلية تشدك لنسختك الأفضل. العادة اللي بعد كده: تذكير نفسك إن محدش هيجي ينقذك. الجملة دي صدمتني. مفيش حد هيجي ينقذك، لا معلم مثالي ولا صديق غني ولا فرصة سحرية. انت البطل وانت فريق الإنقاذ في نفس الوقت. أول ما فهمت ده بدأت أتحمل مسؤوليتي بالكامل. الاعتماد على نفسك مش معناه تعيش لوحدك، لكن معناه ما تستناش حد ياخد الخطوة مكانك. مش لازم تبدأ بكل حاجة مرة واحدة، ابدأ بعادة أو 2، ومع الوقت هتلاقي حياتك كلها بتتغير. دي كانت تجربتي مع 15 عادة، وأنا متأكد إنك لو جربت أي واحدة منهم حياتك هتفرق 180 درجة. قبل ما تقفل الفيديو لو لقيت فيه فايدة، اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واعمل لايك وسيب لي كومنت بالعادة اللي ناوي تبدأ بيها. وأهم حاجة، شارك الفيديو مع أصحابك، يمكن كلمة بسيطة أو عادة صغيرة تفرق معاهم زي ما فرقت معايا. أنا مؤمن إن كلنا نقدر نبقى نسخة أفضل من نفسنا.